فتح تحقيق في حادث إطلاق نار. أعلن الجيش المصري عن فتح تحقيق في مقتل جندي مصري على الحدود في تبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية عند معبر رفح. للأسف، ايه اللي حصل بالظبط؟ تعالوا بينا نعرف. أول حاجة، القوات المسلحة المصرية دلوقتي بتجري تحقيق حول حادث عبر الجهات المختصة. الحادث ده أدى لإيه؟ أدى لاستشهاد أحد عناصر حرس الحدود المكلفين بالتأمين على الحدود المصرية. طيب، الوضع على معبر رفح دلوقتي عامل إزاي؟ سيطرت للأسف إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الشهر ده، وكثفت هجماتها العسكرية، ومصر بدأت تنتقد عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية. مفيش خبر مؤكد عن اسم الشهيد فمش هنذكره، بس خلينا نقول إن المعلومات اللي احنا عارفينها إن حاليا مصر وإسرائيل أصلا موقعين معاهدة سلام في عام 1979. إسرائيل بدأت تفرض حصار على غزة من عام 2007. طيب، الوضع ده هل هو مقصود ولا مش مقصود؟ يعني هل هو حصل أثناء تبادل النار ما بين قوات المقاومة وما بين قوات الجيش الإسرائيلي، ولا والموضوع جه حصل مقصود، ولا هو زي ما بيقولوا جر شكل؟ احنا ما نعرفش. والحقيقة ان في محللين كتير بيطلعوا من امبارح في القنوات الإخبارية بيبدأوا يحللوا الوضع من وجهة نظرهم. في ناس بتقول إنه وضع مقصود، وفي ناس بتقول إن هو جر شكل. طيب، دي أول حادثة؟ لأ، دي مش أول حادثة من نوعها. في أكتوبر 2023 في دبابة، يعني أصابت دبابة إسرائيلية موقع مصري. أصابت دبابة إسرائيلية هي اللي أصابت موقع مصري. بيقولوا إن هو حصل بطريق الخطأ على الحدود بتاعتنا. وفي يونيو 2023 برضو قتل 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري في اشتباك على الحدود. فدي مش أول حادثة تحصل من نوعها. فخلينا نشوف. خلينا نطلع فاصل سريع جدا، وأول ما نرجع من الفاصل هنشوف. ما بين يعني الحدود المصرية عند رفح. مهم. وطبعا احنا بنتقدم بالتعازي لأسرة الشهيد أو الجندي المصري، وبنسأل الله طبعا ان هو يلهمهم الصبر أكيد والسلوان. طبعا. بس احنا حابين برضو نعرف، نسمع رأيك. انتي رأيك انه ممكن يكون فعلا حادث مقصود، وخاصة دي مش أول حادثة من نوعها، ولا يعني غير والله مقصود؟ أنا مش عارفة طبعا. أنا مفيش تفاصيل كفاية ظهرت في الموضوع. كل الكلام اللي اتقال إن الحادث كله على بعضه لسه تحت التحقيق، ولسه بيحققوا فيه، فما نقدرش إن احنا نطلع نقول ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا. بس أنا ممكن أقول الكلام اللي بيطلع على السوشيال ميديا الناس بتقول إيه. طبعا الناس كلها بتقول إن أكيد إسرائيل هتطلع تقول إن اللي حصل ده كان غلط، وكان عن غير عمد وبالصدفة وما كانش قصدنا، زي ما حصل مواقف كتير جدًا للأسف كارثية طلعت إسرائيل قالت فيها إن إحنا ما كانش قصدنا، أو طلعت قالت والله ده حماس اللي عملوا كده. فهيلاقوا طريقة يبرروا بيها الموضوع ده. بس الشيء الأكيد إن دم وحق الشهيد ده أكيد مش هيروح هدر. أكيد في يوم من الأيام هنقدر إن إحنا ناخد حقه. الجيش المصري جيش فعلًا محترم أوي، جيش عريق جدًا، مش هيسيب حق حد من أفراده، حد من أهله يروح كده على. أكيد ربنا يا رب يصبرهم، ويا رب ما نسمعش بحوادث زي دي تاني قريب. وحابة أقول برضو معلومة أخيرة، إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيقول إن التحقيق مستمر وبيتم التواصل لسه مع الجانب المصري، إمم. وإحنا من جانبنا من مصر بنتأهب. يعني كل الأخبار إحنا الجيش المصري بيتأهب، إمم. يعني في حالة إن أي حاجة تحصل إحنا مستعدين تماما. صح. وربنا يستر برضو يعني. ربنا يستر بصراحة. خلّينا برضه ندّيكم يعني شوية أرقام الوضع الحالي في غزة. طبعًا من ساعة 7 أكتوبر لحد النهارده حصل 36,000 أو أكتر من 36,000 حالة وفاة. حصل أكتر من 81,000 حالة إصابة أو إصابات. طبعًا الdisplaced كتير جدًا فوق 1.9 مليون، فالأرقام في تزايد. فعلًا ربنا ينصر أهلنا في غزة. خلّينا ناخد شوية comments معانا. مصطفى مثلًا بيقول: "It's unacceptable and we should respond." إن الموضوع ده مش المفروض إن إحنا نسمح بيه أبدًا، ولازم إن إحنا نرُد. طبعًا نتمنى إن إحنا نرُد، بس الرَد مش هيكون سهل. لازم نحسب العواقب كويس جدًا. خطوة أكيد. هتبقى كبيرة جدًا، يعني لازم عواقبها تبقى محسوبة بالملي يعني. أكيد بصراحة يعني خطوة صعبة، ونتمنى إن
وواثقين، كلنا ثقة في الجيش المصري وفي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه هيقدروا إن هم ياخدوا القرارات الصحيحة في التوقيتات المناسبة، وإن شاء الله خير وسلام يا رب.